وصفة اليوم إن شاء الله باش تكون فطاير محشية وإلا خبز محشي. دونك أول حاجة خديت كاس حليب، حطيت عليهم مغرفة كبيرة خميرة خبز ومغرفة كبيرة سكر، خلطهم مع بعضهم باش نخليهم لمدة 5 دقائق. وبالنسبة للحليب خديته دافي شوي باش الخميرة في ساعة تتفاعل، لازم يكون دافي ما يكونش سخون برشا باش الخميرة ما تموتش. ومن بعد 5 دقائق باش نزيد كاس آخر حليب، ومن بعد باش نضيف عليه الفارينة تدريجيا ونضيف معاه الملح، ونزيد مغرفتين كبار زبدة بدرجة حرارة الغرفة، ونكمل نعجن العجينة بيدي. وبالنسبة للمقادير بالضبط حطيت 2 أكواب حليب اللي هما ما يقارب 250 مليلتر الكوب الواحد، يعني 500 مليلتر الجملة. زدت عليهم مغرفة كبيرة سكر ومغرفة كبيرة خميرة خبز، مغرفتين كبار زبدة بدرجة حرارة الغرفة. بالنسبة للفارينة 700 جرام، ينجموا يزيدوا شوي كيف ما ينجموا ينقصوا شوي. وبالطبيعة ملحت مغرفة صغيرة ونصف ملح. كملت عجنت العجينة بالباهي، ومن بعد باش نحطها في بول بعد ما دهنتها بالزيت، وبالطبيعة زاد العجينة ندهنها بالزيت، نغطيها ونخليها ترتاح لمدة 45 دقيقة لضعف الحجم متاعها. في الوقت هذا سمطت كعبتين بطاطا كبار باش نضيف عليهم شطر كوب حليب، يعني ما يقارب 125 مليلتر حليب، ونزيد عليهم 50 جرام جبن باش نخلطهم الكل مع بعضهم. البطاطا ملحتها وقت اللي سمطتها باش نضيف شوية فلفل أكحل أكاهو. كملت حضرت الحشوة متاع البطاطا والجبن، ومن بعد ما تضاعف الحجم متاع العجينة متاعي باش ناخذها ونقسمها على قد الخبزات اللي نحب نعملهم. نجموا تعملوهم كبار بالطريقة هذه كيف ما تنجموا تصغروا في الحجم متاعهم. من بعد ما قسمتهم باش نخليهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق، ومن بعد نحلوا كل كعبة ونحطوا فيها الحشوة اللي حضرناها مع بعضنا ونسكرها، وزيدا نخلوها ترتاح لمدة 10 دقائق أخرين. من بعد ما ارتاحوا الخبزات لمدة 10 دقائق باش نحلوها ديريكت على البابي كويسون، ومن بعد باش نقبها بصوابعي من الفوق، نقبوها بالباهي بالباهي باش ما تنفخش وقت الطيب. باش ندهنها بشوية حليب، تنجموا تعملوا أصفر عظم مع شوية حليب، ومن بعد باش نرش عليهم شوية سينور شوية جلجلين وندخلهم للفور على درجة 200 للي حماروا بالباهي. الخبزات المحشيين والا الفطاير متاعنا حضرت، حاجه بنينه وخفيفه على الاخر. تنجموا تعملوهم صغار وتحطوهم كلمجه للصغيرات، سينون كبار وتقسموهم طرونشيت يجوا مع كاستي في عشويه كيف ما ينجموا يكونوا وجبه خفيفه. وباش يجوكم هشاش على الاخر بعد ما تخرجوهم ديريكت هم مازالوا سخان شوي، تدهنهم بشوي زيت زيتونه من الفوق. هذه كانت وصفتنا لليوم، صحه وبالشفاء اللي باش يجربها. وكان عجبتكم ما تنسوش تبارطاجوها مع اصحابكم، وما تنسوش تحطوا لي جيم. وتوا مبقى كان باش نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامة.